تعالوا بقى نتكلم على ماركتنج ميكس النهارده. ايه هو الماركتنج ميكس ده او المزيج التسويقي؟ الماركتنج ميكس عباره عن 4 عناصر 4 بي اس اساسيه بتستخدم لما نيجي نعمل ماركتنج بلان او نعمل خطه تسويقيه. اول حاجه عندنا برودكت المنتج، تاني حاجه برايس السعر، تالت حاجه بليس المكان، رابع حاجه بروموشن الترويج. لو ضفنا عليهم 3 عناصر تانيين هيبقوا اسمهم 7 بي اس، كلهم بيبداوا بحرف البي عامه. اول حاجه people الاشخاص، تاني حاجة physical evidence ودي عبارة عن أشياء مادية ملموسة بتكون مرتبطة بالمنتج أو الخدمة. وأخيرا عندنا process العملية، عملية إنتاجية وعملية توصيل المنتج أو الخدمة للعميل. طيب فيما يخص المنتج في عناصر مهمة جدا بيهتم بيها العميل. أول حاجة اسمها product features أو ملامح المنتج، ممكن نسميها كمان product specifications أو مواصفات المنتج. وعندنا كمان product characteristics أو سمات المنتج. تاني حاجة product quality أو جودة المنتج. تالت حاجة product warranty ضمان المنتج. وعندنا product package تعبئة المنتج. وفي كمان product accessories الكماليات اللي بتيجي مع المنتج أو الشخص بيشتريها، يعني ممكن تزود منفعة المنتج أو إن العميل لازم يشتريها عشان يقدر يشغل المنتج نفسه. وأخيرا product support services أو خدمات الدعم المرتبطة ببيع المنتج زي الصيانة والإصلاح لو حد مش عارف يشغل جهاز مثلا ديفايس الكترونيك ديفايس فممكن يستعين بحد يجي يساعده في ان هو يشغله. بالنسبه للعميل كمان في حاجات مهمه زي ايه؟ الفانكشنز والافكتفنس. هو ايه الفرق ما بين الوظائف والفاعليه بتاعه المنتج؟ لو جبت منتج واحد من 2 براند مختلف، الاتنين بيدولي نفس الوظائف بالظبط، لكن واحد فيهم فعاليته احسن، يعني منفعته افضل بالنسبه لي من البراند التاني. هو ده الفرق ما بين الفانكشن والافكتفنس. وعندنا كمان الشيب والشكل مهم جدا. يعني ايه؟ الشكل والنواحي الجماليه، الموديل والالوان والتصميم والماتيريال الماده الخام اللي تم تصنيع المنتج منه، كل ده مهم بالنسبه للعميل، بالذات في منتجات معينه زي مثلا سان جلاسز نظارات الشمس. عندنا ايه كمان؟ مثلا كلوز ملابس. فالحاجات العناصر دي بتكون مهمه جدا النواحي الجماليه فيها. واخيرا اتس ايز اوف يوز سهوله استخدام المنتج. ما انا مش عايزه منتج يبقى complicated، انا عايزه منتج سهل الاستخدام. طيب ندخل بعد كده بقى على العنصر التاني place، مكان بيع المنتج او الخدمه. خلينا نقول انه فيما يخص النقطه دي في عنصرين مهمين جدا، حاجه اسمها accessibility وحاجه اسمها approachability. accessibility المكان يمكن الوصول اليه، اللي انا اقدر اجيب منه المنتج والخدمه، ولازم ابقى aware يعني بالمكان ده، عارفه المكان ده بالظبط موجود فين وبيفتح امتى وبيقفل امتى. الابروتشابيلتي ان هو يبقى قريب مني، انا مش عايزه حاجه تبقى far away، مش عايزاها تكون بعيده. طيب هنيجي بعد كده على كمان ان البليس مرتبط بفكره التخزين. التخزين او storage بيحمي من حاجه اسمها spoilage او damage. مش عايزين المنتج ان هو يتلف او يفسد، خاصة لو منتج طعام طبعا ده هيبقى ليه تأثير صحي ضار جدا، ولو حاجة الكترونيك او اي ديفايس ممكن يتكسر يبوظ، فأهمية التخزين كمان. ندخل بعد كده على بروموشن عملية الترويج، ودي فيها 5 عناصر أساسية. أول عنصر اسمه advertising الإعلان، publicity الدعاية، mass media وسائل الإعلام، social media المنصات الاجتماعية، وآخر حاجة خالص sales people الناس المسؤولة عن المبيعات. هو ايه الفرق ما بين advertising و publicity؟ advertising is a paid promotion، يعني انت بتدفع علشان تقدر تعلن عن المنتج وتروج ليه، ولكن الببليسيتي دعاية ممكن تتم ما بين أقرانك أصحابك معارفك من خلال السوشيال بلاتفورمز and you don't need to pay anything، مش محتاج تدفع أي حاجة. أوكي ندخل بعد كده على البرايس السعر. عندنا 4 عناصر أساسية: price level، price flexibility، وعندنا كمان discount and allowance. خلينا في البرايس level أول حاجة. ده عبارة عن ال average of all prices of a يعني specific product or service at a particular time، يعني عندك سعر أو متوسط أسعار المنتج أو الخدمة في توقيت زمني معين، هو ده price level. لكن ال price flexibility هو مرونة التغير في السعر بزيادة أو النقصان تبعا لبعض العوامل زي ال customer demand طلب العميل إنه بيرتفع أو بينخفض، وظروف السوق الماركت conditions أو أي أسباب أخرى. تمام. لكن الالاونس بيبقى عباره عن تخفيض في السعر بيتم اعطائه للعميل لما يكون في ديفكت او deficiency في المنتج، يعني في عيب ما في المنتج. لكن الديسكاونت بيتم اعطاء ديسكاونت يعني او تخفيض decreasing للبرايس، يعني تخفيض للسعر لما يكون بنحاول نشجع العميل ان هو يجي يشتري المنتج بتاعنا دونا عن المنتجات الاخرى، خاصه لما تكون المنافسه شديده قوي ما بين الشركات المختلفه.
ندخل بعد كده على people، الاشخاص. عندنا كل الاطراف اللي هي ليها مصالح مشتركه مع الشركه. طبعا اولها الكاستمرز او العملاء، تاني حاجه البيرسونيل الموظفين، عندنا الانترميدياريز والستيك هولدرز اصحاب المصالح بشكل عام، التجار التريدرز، وعندنا انترميدياريز او الوسطاء، لان ساعات المنتج بيبيع السلع للعميل من خلال وسيط او طرف في النص ما بينهم هما الاتنين. بالنسبه للبيرسونيل او الموظفين لازم نركز على 5 عناصر مهمه جدا. الريكروتنج اللي هو عمليه التعيين نفسها، ان احنا بنجيب الناس اللي هم كواليفايد عندهم مهارات عاليه. education درجه التعليم اللي وصلوها ايه. training التدريب لما يكون في مهم سكيلز معينه تبقى عندهم، مهارات معينه تبقى عندهم. وكمان في عنصرين مهمين، motivation التحفيز المعنوي والمادي من خلال rewards مكافآت معنويه وماديه. اخيرا عندنا physical evidence، دي عباره عن اشياء محسوسه tangibles او objects موجوده مرتبطه بالمنتج او الخدمه وموجوده داخل مكان الخدمه كمان. زي مثلا نبدا بالفاسيلتي ديزاين، تصميم المكان نفسه، تصميم المنشاه. عندنا كمان signage لافتات، عندنا furniture الاثاث اللي موجود في المكان، عندنا air conditioners اللي بيعمل ضبط لدرجه الحراره في المكان، في ويب بيجز المواقع اللي ممكن تحصل على معلومات عن المنتج او الخدمه من خلالهم، وعندنا كمان ستاف يونيفورم زي الموظفين، وده بيأثر على البرسبشن اوف كواليتي يعني، او ادراك العميل لجوده المنتج او الخدمه، خاصه لو كانت خدمه مرتبطه بالطعام. وده كان باختصار الماركتنج ميكس. شكرا.